أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الخميس عن اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني. وأوضح بلاغ للوزارة أنه بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محلياً وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون سلسلة القيمة بأكملها والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون 13 إلى 89 المتعلق بالتجارة الخارجية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء الذي يمنع الصادرات إلا بترخيص يظل سارياً إلى غاية 31 جنبر 2024. وأوردت الوزارة أنه على المستوى الدولي يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلباً بقساوة الظروف المناخية لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني. وأضافت أنه على مستوى مراقبة الجودة قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقاً للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج، المنشآت المعتمدة أو المرخصة، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة. وحسب معطيات الوزارة فإن الإنتاج المتوقع للزيتون 1.07 مليون طن برسم خريف 2023 على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنة بخريف 2022. وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021 إلى 2030 بتاريخ 4 ماي 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. وتشمل الأهداف المحددة في أفق 2030 توسيع المساحة 300,000 هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار مقارنة 1.1 مليون هكتار في عام 2020، وإعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100,000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 3.5 مليون طن، وكذا استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100,000 هكتار. أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات